الاسره المغربيه هي الحياء، هي الحشمه، هي المراه، هي الراجل، هي الوليدات، هي ديك التبصيل اللي كنجمعوا عليه. هي الولد ما كيقدرش يهز عينه في والديه. اليوم الاسره المغربيه ديال اليوتيوب ولاو كيتعايروا في اليوتيوب، البنت تعاير امها والام تعاير بنتها، والبو يقول لي راه نعست مع بنته وهذا نعس معاها، لا راه صاحبها اللي حملها، لا راه ولدت مع الاخر، لا سيري ديري لا دي ان ماشي ولدك، لا راه هذاك اللي كاتبه بحال المدنيه. اش هذا الشيء وصلنا ليه؟ اش هذا الشيء وصلنا؟ اش هذا الانحلال الاخلاقي والاخلال بالحياء العلني اللي ولينا كنشوفوه مباشره؟ اليوم تحركوا غدا نتحركوا. بطبيعه الحال القضاء المغربي ولا النيابه العامه دائما كانت كتحرك، وشفنا عده اعتقالات في صفوف بعض ما يسمون المؤثرين والمؤثرات، وكاين فيهم اللي دخل سوق راسه. اليوم حمله تطهيريه، اليوم حمله بونضيف، اليوم تنبغيو نشكروا النيابه العامه، تنبغيو نشكروا القضاء المغربي، كنبغيو نشكروا الضابط القضائي، كنبغيو نشكروا المجتمع المدني على المجهودات اللي كيقوموا بها، كنبغيو نشكروا الاساتذه المحامون اللي بالرغم من العمل ديالهم اللي كيديروه مهنيا ولكن حتى هما غاديين في طريق الاصلاح ديال. حنا اليوم ماشي ضد هيام ولا سعاد ولا رضا ولا اسماء، بالعكس هذوك وليداتنا، هذوك خواتاتنا، هذوك من المجتمع المغربي، هذوك بعدا في بلادهم عايشين وسط بلادهم، الا داروا شي مشكله كيتحاسبوا هما في بلادهم، ما هما خونه، ما هما اولاد البلاد. اذا الدار البيضاء بدات فيها واحد الحملات تطهيريه، فرحنا كاملين والحمد لله. داك الشيء راه غادي والقافله تسير بطبيعه الحال، واللي بغى ينبح ينبح. معنا هاد السيده اللي ما كاينش في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما كيعرفهاش الا القله النادره، اللي هي من واحد السلاله ولا واحد العائله اللي معروفين في اليوتيوب. هما ربما دوك الاوائل الناس اللي بداو اليوتيوب واللي تشهروا في اليوتيوب، قنوات مربوحه سميره مناعمه، يعني بزاف ديال الاسماء. وسعاد اللي كانت ربما نقاشه. هاد السيده واحد المراه مغربيه محافظه كانت كتضرب تماره، كتنقشي ياك سعاد، كنتي كتنقشي خدامه على راجلك وعلى وليداتك، حتى واحد ما عمره ساق لك الاخبار، واكله شاربه خدامه راضيه بداك الشيء اللي قسم لك الله. الراجل اللي يخدم ولا ما يخدمش انت عاجبك الحال. السلام عليكم. الاخت فاطمه الزهراء كنشكر الاستاذه سميره البقالي على الاستضافه ديالها هنا في المركز ديالهم. المهم كنا مستورين، ما كانش هذا الشيء هذا. انا دخلت اليوتيوب باش نزيد نوسع لوليداتي، نشوف نزيد لهم هكا، ماشي باش تدخلي اليوتيوب. دخلت باش ندير اشهار الحنه ديالي. اشهار الحنه ديالي كندير فلوكات عاديين، يعني راه شي عامين والصرف وانا هكا. وانتي سعاد النقاشه كديري فلوكات عاديين، ما كانوش المشاكل. شنو وقع؟ تكتبوا علينا هاد المشاكل. شنو وقع؟ تقلبت لكم حياتكم راسا على عقب، تا وليتو شد لي نقطع عليك، وليتو في المحامون، في القضاء، في الاحكام، في ولادكم تشتتوا من بين يديكم. شنو وقع؟ واش بنياتك كان عندك معاهم هذا المشكل منذ البدايه قبل ما ديري اليوتيوب؟ قبل ما ندير اليوتيوب لا، ما كانش هادشي. واخا كيكونوا المشاكل كانوا مستورين، ماشي هكا، ماشي بهاد الوتيره هادي. على الاقل داكشي مجموع وما معروفش. مستور مستور. حتى الا كانوا فعلا مشاكل حقيقيه مستورة. كانت مستوره. اليوم ولات مشاكل هي مفبركه وماشي حقيقيه، واللي ربما كطيح الرواح كيف ما كنقولوا، وتفضحت في مواقع التواصل الاجتماعي. تحل وصعيب تحل، حيت ملي كيكونوا قوه الناس. واخا السؤال اللي غنسولك قبل ما ندخل معاك في عده تفاصيل، اول مره جيتي لهاد الجمعيه اش من عام؟ العام اللي فات 2023. كنتي جيتي، شكون جابك بعدا؟ شكون جابك لهاد الجمعيه وشكون اللي عرفك على هاد الجمعيه؟ جابتني الاستاذه ديالي، تحيه ليها، الاستاذه خديجه الروقاني. هي اللي كانت كتنوب عليا في الاول. المهم في الاول اذا الاستاذه خديجه الروقاني المحاميه والحقوقيه اللي كنحيوها من هذا المنبر، واللي هي اليوم هي المحاميه ديال الملقبه بهيام ستار، هي اللي جابتك اول مره لهذه الجمعيه، لانها كانت كتنوب عليك في واحد الملف. اش من ملف كانت كتنوب عليك فيه؟ كانت كتنوب عليا في ملف ديال زنا المحارم، وملف ديال الضرب في القضاء، والملفات الاخرين اللي راه دابا ما يعني ما بقاتش معايا الاستاذ ديالي. دابا ملف زنا المحارم كيفاش تبديتيه؟ وشكون اللي قال لك سيري ديري الشكايه؟ واش جيتي للجمعيه هي الاولى؟ واش جيتي
الاحكام اللي تصدرات فيه، كيفاش بعد هذه القضيه ديال زنا المحارم اللي هي الفيصل، واللي هي المغاربه باغيين يعرفوا واش بوكريشه هو اللي كان على علاقه مع بنته ولا لا. المهم راكي عارفه داك الجمعوي اللي راه معروف في اليوتيوب هو اللي دار الشكايه. انا حيت ما كنعرفش بحكم بهذا الشيء هذا، ما كنعرفش الجمعوي هو اللي دار الشكايه بحكم انه كيمثل المجتمع المدني. هو دخل في الاول بنيه الصلح. هذا الشيء صالحني انا والبنت ديالي، وكتب واحد المكتب ديال واحد عمها كانت عنده شي ظروف مع واحد البنت. احنا بغينا نعرفوا بنتي واش حتى هي بناتي بجوج. ملي هو دخل على الخط، هو اللي دخل على سعاد. نحاولوا اننا نوضحوا حيت هذا الشيء كنتوا كتوضحوه في القنوات، ماشي اليوم غنجيو نبداو نقولوا الرموز والناس يفككوا الرموز، كل واحد غيفهمها على حسب الهوى ديالو. اليوم كيف ما كنتوا كتقولوا الواضحات، كان شرح الواضحات من المفضحات. اليوم الواضحات راه تشرحات وكانت من المفضحات. خصنا نشرحوا كيفاش عمها، كيفاش واش هذا الفاعل الجمعاوي هو اللي قلب عليك ولا انت اللي قلبتي عليه؟ لا، انا ما قلبتش عليه، حيت هو شاف بنتي متخاصمه معايا ودخل على نيت باش يصالحنا. نتوما درتوا فيديوهات بانكم مخاصمين في اليوتيوب؟ لا ماشي درنا فيديوهات باننا مخاصمين، كنا بصح مخاصمين. كانت بنتي مخاصمه معايا. علاش؟ المهم كانوا مشاكل عائليه. كانت هي مع مرت باها كانت كتحرضها مرت باها، كانت كتحط الضرب فيا مرت باها، وكانت كتحرضها عليا، يوقعوا مشاكل بيناتنا. هادشي من بعد ما قلتي شكايه ان الزوج ديالك هو اللي مغتصب بنته. اي كانت كتحرضها. حكمات القضيه ديالها كانت باها ديال بوكريشه قضيه بنته تحكمت براءه. كانت المحاميه ديالك هي الاستاذه خديجه الروقاني. كانت هي اللي كتدافع عليك، وهي علاش جابتك هنا لهذه الجمعيه. على هذه القضيه نيت جابتني على حساب فاطمه الزهراء بنتي، على حساب القاصر. على حساب القاصر. ما القاصر كانت عند مرات باها، كانت واخداها لك مرات باها، وكنتي كتشوفي انها ما خصهاش تكون مع مرات باها. كانت كتحرضها عليا، كانت عمر هذيك تصورها عريانه. يعني دارت معها واحد اللايف وبنتي عريانه. شفتها الدريه دازت وهي عريانه. وبنتي ما بغيتهاش تربى في داك، وراكم عارفين الحنين الام خصها تجمع وليداتها عندها. وجيت عند الاستاذه سميره البقالي عن طريق الاستاذه الروقاني، هي اللي جابتني ودرت الخدمه ديالها الاستاذه. على اساس اشنو علاش جيتي لهذه الجمعيه؟ هذه الجمعيه نهار جيتي ليها شنو كان الهدف ديالك منها؟ شنو بغيتي؟ بغيت بنتي ترجع ليا فاطمه الزهراء. جيت عندها شي 3 المرات ولا 4 وانا كنجي عندهم. الاستاذه خديجه الروقاني انا عاقله فاش كنتي جيتي، راه واحد الجمعيه اللي هي معروفه وكيخدموا فيها الناس بالجديه، غنديك عندهم. الاستاذه خديجه الروقاني قالت لي راه جمعيه مزيانه، احسن جمعيه قالت لي ممكن انها تخدم معك في هذا الاطار. تخدم معك في هذا الاطار. وجات معايا الاستاذه غير مره واحده، ولكن من بعد بقيت كنجي غير بوحدي. اجي راسي وراتك الطريق. وراتني الطريق. بقيت كنتواصل مع الموظفات هنايا كيهضروا. ماشي موظفات، المؤطرات. المهم مؤطرات. المهم الله يعاونهم، مؤطرات ولا موظفات بحال. المهم كيتعاملوا معايا. شحال مره نعست هنايا شي 2 مرات، يعني كيجيبني الليل كنعس هنايا بحكم حتى الغد اللي في الصباح كنمشي. تعرضت على واحد الطبيبه نفسانيه من طرف الجمعيه، جيت عندها ماشي مره ماشي 2 ماشي 3، وداك الشيء راه عندي دلائل عليه، راه عند الاستاذه سميره البقالي. كنشكركم بزاف، وهي اللي كانت سبب بان بنتي ترجع ليا. اذا بنتك رجعت لك بفضل الجمعيه وبفضل الاستاذه خديجه الروقاني اللي داروا معك واحد المجهود كبير، بالرغم من ان القضيه كانت بمدينه فاس، ما كانتش بمدينه الدار البيضاء. كانت كتنتقل معك الجمعيه انذاك لغايه مدينه فاس، وخداو الاستاذه. انا على ما اذكر ان الاستاذه خديجه الروقاني كانت كتدعم القضيه بتقارير من عند الجمعيه، كنا كنكونوا حاضرين حتى سمعنا ان واخيرا فاطمه الزهراء رجعات لاحضان الوالده ديالها، لان هذاك هو المآل الطبيعي وهذيك هي الحاله الطبيعيه. الوليدات خصهم يكونوا مع والديهم. حتى القانون وحتى المشرع دائما عنده المصلحه الفضلى، هو ان الاطفال يرجعوا الاحضان ديال العائلات ديالهم. والمدونه ديال الاسره والتعديلات اللي دارها لا المجلس العلمي ولا البرلمانيون ولا الحقيون ولا سيدنا الله ينصرو، التعديلات كلها تصب في مصلحه الاطفال.
هذا الشيء بدون نقاش ولا شك فيه. هاد الاطفال اللي كانوا غيكونوا في ايادي امينه مع والديهم، الا كانوا هاد الوالدين حتى هما ما كيصلحوش انهم يكونوا والدين، انا ذاك راه الدوله تتدخل والقضاء يتدخل والنيابه العامه تتدخل، سواء بوشايه او بشكايه او بشكايه من المجتمع المدني او بعض المرات النيابه العامه تقدر تحرك المسطره غير بفيديو لا وصلها. راه شحال من مره كيكونوا فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، وربما الاستاذ راه هو قدامي، واش النيابه العامه كتقدر الاستاذ انها تحرك مسطره من خلال فيديو يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لان النيابه العامه هي لسان الشعب، هي المحركه ديال الدعوه العموميه، هي اللي كتمثلني وتمثلك وتمثلك وتمثلك. اذا اليوم حنا ما كنتسولوش شكون دعا فلان ولا شكون ما دعاش فلان، كيهمنا هو الهدف والموضوع من داك الشكايه، واش فيها الصالح العام ولا ما فيهاش الصالح العام. اذا من النيابه العامه شافت ان والقضاء شاف ان فاطمه الزهراء خصها ترجع لك، رجعوها لك، ما داوها لا الجمعيه، ما داوها لا الخيريه لا حتى شي حاجه. لا مشات للمركز ديال المره فاس. الاولى جلست فيه تقريبا شهرين، وبقات عرفتي كتقول لي ماما انا شوفي انت الجنه، لدرجه كتبقى تبوسني تقول لي انت هي الجنه. الله يسمح لنا من الوالدين. الدموع اللي كتشوفوها لا في عينين سعاد ولا شافت، لا عاش في المركز وشافت شي بنات مساكن ما عندهمش امواتهم، ما عندهمش والديهم كيسولوا فيهم. عندها من عام تصور كنجيب لها الماكله وكنقول لها ما تاكليش انت، ياكلوا معك حتى البنات، راه عندهم تبارك الله رزيق تما كيعطيوهم صراحه الله في الجمعيه وديك الشيء، ولكن كنقول لها واخا كنجيب لك انا الحوايج ذوقي ديك البنيه. عندها من عام؟ عندها 16 عام دابا. 16 عام دابا عندها 16 عام. انا داك فاش طرا المشكله يلاه عندها 13 14 سنه. فاطمه الزهراء بنتي عملوا دخلت الاصلاحيه كانت عندها 15 لا الوقت اللي بداو المشاكل ومرت باها وهذه كانت عندها 13 سنه، كانت عندها 13. طفله بريئه، حلت عينيها لقات المشاكل، يلا بدات كتفتح لقات المشاكل. عاود ما تفتح مع ميمتها ومع باها او لا حتى مع امها، وباها مطلق من امها وتكون الحياه الطبيعيه، لقات راسها وسط واحد الدوامه، ولقات راسها ان الاعراض ديال امها وديال باها وديال اختها تستباح كل دقيقه وكل ساعه في مواقع التواصل الاجتماعي. ما غنعاودش نقول لك بسبابك وانت، انا ما غنعاودش. شوفي انا ماشي قاضي وانا ماشي جلاد وانا ماشي، انا ربما انقل بعض التعليقات وبعض الرسائل اللي كيوصلوا لنا. سعاد حسنتي كان لك يد في هذا الشيء اللي وصلوا ليه بناتك، ربما انك نصعتي لبعض اليوتيوبرزات او بعض ما يسمون انفسهم بين قوسين بالمؤثرين والمؤثرات. عمره ما يكون عندي يد في هذا الشيء هذا ابدا، حتى واحد ما كيبغي يفضح راسو ويشوه راسو. ولكن على شنو اللي خلاك تقولي بان الزوج ديالك هو اللي اغتصب بنته وانت ما عندك حتى شي دليل ملموس؟ شنو اللي خلاك تفكري هذه الفكره؟ كانت عندنا شاهده، وكانت شاهده واحده اخرى اللي هي الاخت ديالي وغدروني. اذا انت مازال مصره على انه؟ لا ماشي على مازال مصره، تحيه للقضاء. انت غدروني، تحيه للقضاء، ما جاوش. ولكن الخبره حتى هي راه بينات دارت الخبره. لا البنت حتى هي البنت هي نكرات. انا ما نهضرش على الخبره، عمري ما نهضر عليها في اي موقع، ما نهضرش عليها. انا كنهضر على اللي خدعوني واللي غدروني، اختي وهذيك سميتها الشهيده اللي كانت عندي خدامه في الدار ديالي مساعده، وكانت قالت لي واخا نشهد معاك، وفي التالي تقلبات. واش غنقول لك، اختي اللي كانت عارفه البلاصه ديالها، الله اعلم، انا كنت كنظن اختي هي اللي حرشت عليا. ما عارفاش السبب علاش، ما عرفتيش السبب. انا غير قلت الله اعلم، دائما تنقول الله اعلم. بقاو مشاكل بينك وبين بنتك، عاوتاني الجمعيه دخلات باش انها تصالح بينك وبين بنتك. شنو وقع؟ اش غنقول لك، انا حيت هادشي ما بغيتوش يزيد حيت هادشي بحال شي بحر حنا غارقين فيه، وصافي غرقت وعييت، وعندي وليدات صغار، والعذاب النفسي عرفتي راني تاثرت بزاف. حسوا بيا انا مراه وبوحدي، وعرام ديال الملفات وعرام ديال العذاب، وعندي الولاد، عندي مصاريف. شحال خسرتي على هاد الملفات؟ شحال خسرتي تقريبا؟ باش نقول المونطو ما
تقريبا شحال خسرتي على ما نقدرش، لا ما عمرني ما نشرح داكشي كثير. عمرني ما نصرح. كانوا كيجيوك مساعدات من برا باش انك تبعد القضايا؟ ما كانوا نذكرش. ناس كيقولوا لك لا سيري ودفعي والقضيه وتبعيها، كانوا ناس اللي كانوا عندهم يد خفيه واهداف على ان هذا الشيء يبقى يطلع في مواقع التواصل الاجتماعي. كانوا كاين ناس كانوا كيساعدوني، كيقولوا لي مثلا شنو نقول لك، الله صراحه الله يصلحك مع بنتك، كيساعدوني كيقول الله يصلحك مع بنتك صراحه الله الله يرحم لهم الوالدين، كيساعدوني كيشوفوني. واش نقول لك، كاين الناس اللي كيكونوا في اليوتيوب داكشي اللي عندهم قنوات في اليوتيوب الله يهديهم، الله يهديهم، راه عندهم وليداتهم. شنو كيقولوا لك هادو؟ ماشي كيقولوا لي كيخرجوا بلي فيديو بحال دابا شافوا، بحال دابا كيشوفوك باغات يد المساعده، كاين اللي كيتقلب ضدك، يد زعما تسالي هادشي هذا، كاين اللي كيتقلب ضدك. ما كيبغيوش هادشي سالي، كيبغيوك دائما تبقاي انت في المشاكل باش هما يلقاو فيديوهات باش يخدموا. كاين فئه، ماشي كل شيء، ما كنعممش. فئه باغيه هادشي يبقى مستمر، وفئه كيقولوا لي حنا، وفئه كثيره بغاتك تصالحي مع بنيتك ومع بنياتك وتجمعي الشمل، حيت هادو هما المغاربه. هادو هما المغاربه، يعني حنا تنعرفوا ان المغاربه يسعونا للصلح، ما كيسعوناش للشتات، ما كيسعوش للشتات. احسن حاجه هي انك تجمعي مع ولكن البنيات. انا عاوتاني البنت ديالي في شهر 9 قالت ماما ما نديهاش للحبس، ماما نسامح لها، هذيك كتبقى ماما، وبينت لي بان تصالح معايا، تصالح معايا ونساليو هادشي هذا. جيت انا قلت لها واخا، درت فيديو قلت لها واخا بنتي راه انا نسامح لك وانت سامحي لي، ونجمعوا هادشي هذا الفضيحه ما عندنا ما نديروا بها، ما عندنا ما نديروا بها. هادشي هذا راه انا كنحس براسي ضحيه نفسي، ضحيه ولادي، حيت ما كيستغلونيش ولادي. دابا المشاكل توهتني على ولادي، على نفسي. ولادك اللي ضحايا ماشي انت اللي ضحيه. ضحيه نفسي انا، صافي وليت راه عندك تشوفيني دابا راه عاد شي شويه بقيت عرفتي وليت الله يستر كنلبس غير اللي كان ونخرج، قوت لي صافي ما انا ديالي بقى، ما انا بوجهي نبقى ولا حالتي ولا على بشي خرجات اللي كنتي كتقولي يا ريت لو ما درتهمش. شوفي ندمت اللي دخلت اليوتيوب. انا كنصح اي واحد ما يدخلش لهذا اليوتيوب، حيت الوليدات ماشي كنصح اي واحد ما يدخلش يدخل اليوتيوب فيه وفيه. راه كاين الناس اللي دايرين محتويات يدخل اليوتيوب لا يدخل اليوتيوب ويخلي شي واحد يدخل فيه، ويخلي شي واحد يكوماندي فيه. مع دابا انا نيه الجمعاوي دخل على نيه باش يصالحني مع بنتي، صدق استغلني كبر استغلال، ولكن انا ما نقدرش نهضر فيه في يعني في اي نقطه، ما يمكن ليش نهضر فيه. انا كنحترم الطعام وكنحترم، مشيت لدارهم، مشيت عند والدين ديالهم، مي انا كنقول الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. شاركتي معاه بزاف ديال الحوايج؟ ماشي شاركت معاه بزاف د الحوايج، شاركنا الطعام والوالدين ديالو. انا بغيت حتى شي واحد توقع له شي حاجه بسببي، انا كما هو بدا هادشي هذا وقال لي غنساعدك ونعاونك هكا، وسناني على ورقه بان قال لك غيساعدني ويعاونني، وما كاينش من هادشي هذا، ما كاينش. واش قلب عليك؟ تقلبت عليك الايه ولا في التالي وليت انا كنتعرض لداك الشيء نفساني بهاد المشاكل هذه. واحد المره خرجت قلت لهم انا صافي غنتحر بالحراره. لا غد لي هو دار فيديو ولا دار لايف ولا ما نعرف، كيقول لي انتحري بالزربه، بغيتك تنتحري بالزربه. علاش انت كديري فيديو ولا لايف كتقولي تنتحري؟ اللي كيبغي ينتحر ما كيديرش فيديو ولا لايف، انتحري بالزربه. ربما بقوه ما هو عارف انكم وليتوا كديروا غير الفيديوهات وبنادم عداوي في الفيديوهات، ربما قال بغيتي ديري البوز. كيفاش بوز انا غنقول غنتحر بالزربه؟ بوز انا نخلق لنفسي عقده، هادشي راه كيدير عقده، كيولد عقاد في النفسيه ديالك، كتبقى داكشي دائما مطوخ عليك في اليوتيوب وفي هذا. الله اكبر كبير. دعاتك بنتك؟ دعاتك بنتك ودعيتي بنتك. عندكم ملف دابا؟ انا اللي دعيت الاولى باش ناخذ لها حقها، ولات هي دعاتني. شنو الدعوه اللي كنتي درتي الاولى باش ناخذ لها حقها؟ لا حيدي الملف اللي درتي بان في الاخر ثبتت البراءه ديال الزوج ديالك وما الى ذلك. شنو الدعوه اللي عندكم دابا في المحكمه نمشيو يسرى؟ الدعوه هي دعياني، قال لك انا شهرت بها، وانا ما عمرني ما شهرت ببنتي، ما كنشهرش بها ابدا.
يعني دعتك على داك الاوديو اللي كان خرج وتسرب، داك الهضره بانك كنتي قلتي بان بنتي عندها علاقه مع باها، هادشي علاش دعاتك؟ لا، كتدعي بان انا شهرت بها وماشي انا اللي شهرت بها. راه معروف شكون شهر بها، ومعروف شكون اللي هضر على الخبره، ومعروف شكون اللي هضر على هاد الشيء هذا. انا كنهضر بقوه اللي ما كنعرفش في القانون، كنهضر بالمليغرام وكنقول غير لا ياخذ الحق. قوه اللي ما كنخاف انا نغلط ولا نغلط في شي حق شي حد، اللهم كنهضر ونقيس. بنتك دابا حامله؟ بنتي حامله. قلت لك بنتك حامله وانت سهيتي ما عرفتي؟ راني هادشي صدمني. ساهل هادشي. واش تزوجات هي وحملات؟ تزوجات، ما حضرت لعرسها، ما حضرت ما حضرت حتى حاجه ديالها، يعني ما حضرتش لطلاقها، ما عرفت حتى حاجه عليها. ما عرفت حتى حاجه. طلقات هادشي كنشوفو غير في السوشيال ميديا. واش تزوجات بداك الشخص اللي كانت كتقول انه هو اللي كانت عندها معاه علاقه؟ اي هو اللي تزوجات به؟ شكون زوجها؟ ما زوجتهاش انا. قلت لك شكون زوجها انت؟ راه ما حضرتيش. هما تزوجوا، راكم عارفين، راه مع عائله باها، معاها مرت باها، معاها باها راه كيتواصل معاها بحكم مرت باها كتخرج كتقول حنا بغينا غير نزوجوها نطلقوها تاخذ غير الورقه، وهي براسها كتقول انا هذا الزواج هذا انا ما كيهمنيش، راه بغيت راجل اللي يتفششني، انا ما بغيتش راجل كيربح 100 درهم، بغيت راجل اللي يشري لي ويساريني ويدير لي. كاين دليل على داك الشيء. دابا شحال عندها من شهر فكر؟ شحال عندها من شهر؟ شحال عندها من شهر في الحماله ديالها؟ شحال عندها من شهر ما عارفاش بالضبط، كاين لك على تولد ولكن بالضبط انا ما عارفه. ما كتشوفيهاش كاع؟ لا، توحشي بنت. كنتشوفوا انا وياها في المحاكم امام القضاء كتدهن باش ماشي للحبس. شفتوا اليوتيوب فين كيوصل؟ واش شفتوا اليوتيوب فين كيوصل؟ اللي وصلوا للحبس اللي كتلاقى مع بنتها في المحكمه. شنو احساسك ملي كتشوفي بنتك في المحكمه حامله، ما زوجتيها، ما وحمتيها، ما غتنفسيها؟ الام شنو كتمنى؟ كتمنى انها تزوج بنتها وتسب بنتها وتنفس بنتها. واش انا راضيه بهذا الشيء هذا؟ باش كتحسي ملي كتشوفي؟ غير تزنتي لي واش انا حرضه بهذا الشيء هذا؟ انا ما يمكنش شي ام غترضى بهذا الشيء، غير باش كتحسي ملي كتشوفي بنيتك في ديك لا سيتوياسيون، في ديك الوضعيه، ما تتعنقيها ما تتعنقك، كتمشيو كتوقفوا حدا القضاء. كنت كنبوسها وكان دابا ما يدير حتى شي واحد شي تعقيب نقول كنت كنبوسها شحال هذه ملي كنت باغا نجيب لها حقها وكانت كتدفعني ما كتبغيني، كنجيها كنبوسها وتنلقى بالحرارات الام، والنوبه الاولى والثانيه والثالثه بقات كتدفعني صافي مابقيتش كنمشي عندها. دابا ملي كتشوفها باش كتحسي علاش انا نمشي نبوسها ونعنقها وهي تدفعني؟ ما يمكنش. بنيتك لا تسنتي لي اختي، المهم بنيتك، غير باش نقول لك ما كايناش الكرامه ما بين الام واولادها. لا اصبر، كنعنقها ونبوسها. شنو بغيتينا اختي منين دفعك بنتك؟ ما خصهاش الارض اولا تجيب، لا ما خصهاش تدفعك، غير تسنتي هذاك عقوق الوالدين. وي ها انت دابا هضرتي باش تقولي لي ما بينكش وبين بنتك، لا راه هذا ربي كيعاقب عليه، راه حتى انا عندي كرامه وعندي ربي كيعاقب على عقوق الوالدين. راه شحال من واحد مسخوط والديه وشحال من والدين مسخط ولادهم. غير باش ما نكونوش حنا اليوم ملي كنتكلموا على يسرى، وكيف ما قلت عليها شحال هذيك كيف ما غنعاود نقولها، يسرى ضحيه ديالكم، بغيوني ولا كرهوني. يسرى الوقت اللي وقع عليها داك الشيء كانت عندها 15 سنه او لا اقل. يسرى كانت لعبه في مواقع التواصل الاجتماعي. هذيك البنيته خصها واحد المتابعه نفسيه، ولا كانت جات للجمعيه وجات لهنا وخذات متابعه نفسيه وتلاقات بها الطبيبه وتلاقات بها استاذه سميره البقالي. يسرى طفله تلاعب بالمشاعر ديالها وبعواطفها وتشهر بها في مواقع التواصل الاجتماعي وباز ليها. انا يسرى ما نلومهاش، مراه بعقلك قويه، طفله ما عندهاش حتى 15 عام. ما يمكنش لي نقارن مراه اللي هي ماتور اللي هي قويه مع طفله. مشاعر مراه ماشي هي مشاعر طفله، لا حول لها ولا قوه. واش بغيتيني ندوي معاك بالمعقول ولا نبقى انا اليوم كنتعاطف معاك كأم، ولكن في نفس الوقت غنتعاطف مع يسرى كأم. انا عندي وليداتي ما نبغيش لي اديهم لي يقدوك. انا برافو على ديك البنيته انها صمدات، ان اي واحد راه صعيب باش يصمد. ها اللي كيضربها اللي كيعيرها وسيله اللي حملك باكا صاحبه باكا ضرت هذه ديك الهضره صعيبه باش تسمع طفله في ديك لاج. انت مراه وما قدرتيش تستحملي، قلتي واحد النهار غنتحر ياك، قلتي خرجتي بلايف وطفله في نظرك شنو ممكن دير. دونك ما نلوموش يسرى، بنيتك. حنا تنتمناو الصلح يكون عندك انت وبنتك، حيت انت براسك باغيه الصلح مع بنتك.
ولكن هي ما بغاتش، كترفض الصلح. انا دابا ما معاياش يسرى، معايا سعاد. انت اشنو بغيتي؟ المهم شوفي، اي ام كتطالب بان بنتها تكون دائما قدامها، ما تكونش بعيده عليها. واي ام باقا كتحني فيها، باقا باغيه. شوفي ما كاينش ما حن من الام في الدنيا، ما كاينش ما حن من الام. انا ملي دوزت لك على فاطمه الزهراء حسيت بك تاثرتي بزاف. يسرى بحال جفرتي عليها شويه. لا ماشي جفرت عليها، بالعكس انا حيت دارت لي شي حوايج كتدفعني وكتشوف فيا بواحد النظره خايبه كتقول انت سبابها. كتقهرني. الدريه ما عارفاش، مدخلي لها لدماغها انك انت سبابها. باقا ما جلستش معاك باش تشرحي ليها وتوضحي ليها. البنت باقين عندها الافكار اللي مدخلي لها في دماغها انك انت سبابها في هادشي اللي وصلت ليه. انا عمرني ما نكون سبب في فضيحه بنتي، عمرني ما نكون سبب. بالعكس انا نبغي لبنتي غير الخير. شنو تبغي تقولي ليها اليوم؟ شنو تقولي ليسرى؟ غنقول لها لا ياخذ حقنا في اللي ظلمنا. هاد لا ياخذ حقنا في اللي ظلمنا، هذه عندها معنى كبير، حيت راه ربي عارف شكون الظالم. واش كتوحشتي يسرى؟ بغيتك تولدي عندي، بغيت نشوف وليداتك، بغيت نشوف حفايدي. هاد الشيء الا بغات هي مرحبا بها. داري محلوله ليها دائما، داري هي دارها. اذا اليوم جيتي للجمعيه، علاش جيتي مره اخرى؟ باش توقف معاك في هذا الملف ديال العقوق، انك باغيه الصلح مع بنتك. شكون اللي كيكره الصلح؟ حتى واحد ما كيكره الصلح، ولكن خص يكون بالقلب الصافي ومرحبا، ونساليو هذا الشيء هذا عمرو ما يتذكر، ما يتجبد. تطوى طويه وحده. وصلات. وباش نعرفوا ان كان فضل كبير الاستاذه خديجه الروقاني، انها هي كانت اول من جابت سعاد ام يسرى الى هذه الجمعيه من اجل انها تستعيد البنت ديالها القاصر. وان هذه الجمعيه راه عندها عده شكايات في الموضوع ديال القاصرين اللي كانوا كيتعرضوا للعنف، وفعلا صدرات احكام قضائيه في حق كل من سولت له نفسه انه يشتم الجمعيه او يسبها او لا انه يعنف قاصرين. يعني قضيه هيام اليوم او لا قضيه فلان او اكس او ايكغيك ليست اولى القضايا بهذه الجمعيه. مشاهدينا الكرام، غنختم معكم هذا البث المباشر، وفي الاول وفي الاخير الله يهدي سرهم والله يجمع الشمل. وحنا مقبلين على سنه جديده، كنتمناو ان 2025 تدخل علينا بالصحه والعافيه، وتدخل علينا بطبيعه الحال ان اي واحد شملو مشتت مع والديه ولا مع احبابه ولا مرا مع الزوج ديالها ولا انهم يتجمعوا. تنبغيو نشكروا الاستاذه سميره البقالي على المجهودات الكبيره اللي بطبيعه الحال كتقوم بها في هذه الجمعيه اللي مفتاح وحلول. وحنا كيف ما قلت لكم ما كنزكيو حتى شي واحد. نهار يبان لينا شي خروقات في جمعيه مفتاح وحلول ويجي عندنا شي واحد يقول لنا وقع ليا، حنا تناخذوا تنعطيوه الميكرو كنعطيوه يهضر. ماشي فقط مفتاح وحلول، لا بالنسبه لدريس اوغريس المنظمه المغربيه لحقوق الانسان، ولا بالنسبه لجمعيه انصاف، ولا بالنسبه لجمعيه دار الميمه، ولا بالنسبه للجمعيات اللي تنخدموا معاهم واللي تنشوفوا المجهودات اللي كيقوموا بها. وما يمكنش لنا نكروا هذه المجهودات. مشاهدينا الكرام، نختم معكم هذا البث المباشر ونتلاقاو بكم في بث اخر باذن الله. الى اللقاء.